لما بيجي الصيف والمصايف بتبدا الام تقلق على اولادها اكتر من الحرقان، وتبدا من الالتهابات والكلام ده كله، بتبقى عايزه تخبيهم جوه حضنها من اي حاجه تحصل لهم. السنه دي احنا هنخبي ولادنا جوه حضننا، بس هنخلي الحضن مضاعف شويه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا خليت في الحضن مضاعف للام من صن بلوك وصن سكرين من الجينكس، علشان تبقى الحمايه والحضن مضاعف. تعالوا اوريكم دلوقتي هنعمل ايه ونحمي ولادنا ازاي في المصايف بطريقه سهله وبسيطه وامنه. انسي الحرقان، وانسي الالتهابات، وانسي الاحمرار بتاع بشره ولادنا في الصيف. ما ينفعش ان هم يقضوا اجازه الصيف ويطلعوا منها تعبانين وملتهبين. انا دلوقتي بدي ولادي حضن مضاعف من منتجات الجينكس عشان يروحوا المصيف يصيفوا، بدل ما يبقى المصيف كله التهابات وتعب ووجع دماغ. لا، انا مدياكي حاجه امنه جدا لولادك طول الصيف. مفيش اغلى من ولادنا عندنا، والحمايه بتاعتهم في واجبنا. احمي ولادك وحافظي عليهم طول الصيف مع منتجات الجينكس.